السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة بسعادة. وانتوا طبعا عارفين ان احنا في موسم القمح، وحبيت كده اوريكم واحنا بنخزن القمح بتاعنا في الفلاحين يعني، وازاي بنغسله وازاي بنطحنه ولغاية اما بنخليه كده دقيق ونخبزه كده يعني. فحبيت اوريكم الخطوات بتاعتنا. طبعا اللي احنا كنا حاطينه في البرميل ده طبعا احنا كنا مخزنينه من السنة اللي فاتت. بنحط له كده، بنحطه في البرميل زي ما شفتوا كده، وبنحط معاه برشام قمح وبنسيبه بيقعد معانا سنة او سنتين زي ما تحبوا. طبعا عشان نطلعه طبعا ونعمله بقى ونغسله زي ما انتوا شايفين كده، لازم نغسله كويس جدا. بنبقى حاطين طشتين كده، بالطشت الاولاني ده بنبقى حاطين فيه كده القمح، بنغسله اول فم، وبعد كده بننقله في المصفى اللي انتوا شايفينها دي، بنصفيه جامد من الميه ونحطه في الطشت التاني، بنغسله الفم التاني. لازم اهم حاجه تغسليه كويس جدا، عشان دي طبعا بتبقي حاطه فيه اللي هو البرشام القمح ده علشان يحفظه من السنه للسنه. فلازم تغسليه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. احنا كنا بنغسله في الطشت الاولاني، وبعد كده بنصفيه ونحطه في الطشت التاني. هنغسل بقى كل كميه القمح بتاعنا كده، هوريكم بقى واحنا المراحل اللي بنعملها لغايه اما بنوديه للمطحنه وبيطحن وبيبقى دقيق. طبعا احنا كده حطيناه في الطشت التاني، هنغسله برضو فم تاني كده في قلب الطشت ده، وهنحطه بقى كده عندنا في شوال. دي تركه برضو ممكن ما يكونش حد يعرفها، في ناس بتفرشه في الشمس مده طويله. احنا بقى علشان ما يقعدش مده طويله في متفرش في الشمس، فبنحطه الاول كده في شوال، بنوقفه كده على حاجه مثلا تكون مخرمه، وبنحطه كده في شوال وبيتصفى خالص تماما من اي ميه فيه، وبعد كده بنفرشه في الشمس. وهوريكم دلوقتي كل خطوه بخطوه. ويا ريت اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي يا ريت يشترك لي في القناه ويفعل لي الجرس ويعمل لي كومنت حلوه كده يشجعني فيه. وقناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. واهم حاجه تعليق حلو كده، وقبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله احسن من اي حاجه في الدنيا. بس كده يا حبايبي. ولو انت عايزه تجيبي برضو شويه قمح كده عندك في البيت وتطحنيهم، تشتريهم يعني وتطحنيهم، انا برضو اعرفك ان انت ايه تعمليه ازاي وتغسليه ازاي وتطحنيه ازاي، وايه الخطوات اللي انت ممكن تعمليها في البيت. وطبعا بقى كده يا حبايبي بنحش كده من على وشه العبش اللي هو اللي على الوش ده اللي هو الخفيف ده، بنحشه كده وبنرميه. طبعا انا كنت بغسل قمح انا وحماتي، ربنا يا رب يديها الصحه، فكنا بنغسل انا وهي كده. طبعا فوق السطح عندنا كان في حنفيه، بنبقى عاملين حنفيه كده فوق السطح عشان لما بنيجي نغسل القمح، بنيجي نعمل اي حاجه بنعملها كده فوق السطح عندنا فوق البيت يعني. وطبعا عاملين ماسوره بتصفي الميه دي في ماسوره يعني عشان الدنيا ما تغرقش والسطح يبوش وكده. طبعا ده الشوال احنا كنا موقفينه كده زي ما انتوا شايفين على صندوق، اي حاجه مخرمه او على قفص كده، وبتروحي حاطه بقى القمح بتاعك في قلب الشوال. فطبعا كان بيصفي كل الميه اللي فيه، وبعد كده بقى بنفرشه، وهوريكم دلوقتي واحنا بنفرشه وايه الخطوات بتاعته. طبعا احنا كنا بنزود الميه عليه، من الميه اللي هي الوسخه دي كانت بتنزل في الارض، وبنحط ميه نظيفه على البتاع. اهم حاجه تغسليه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي اثار من البرشام اللي انت حاطاه في قلبيه. اهم حاجه تغسليه فمين، ولو عايزه تغسليه 3 4 براحتك حسب ما تحبي، بس اقل حاجه ان انت تغسليه فمين. بنحطه كده في الشوال، وطبعا بنشغل بقى الخرطوم على الشوال ده برضو عشان لو في اي حاجه برضو بتنزل من الشوال، وبنسيبه بقى يتصفى خالص كده، وبعد كده بقى بنفرشه. القمحيه بتاعتنا جميله كده الله اكبر زي ما انتوا شايفين، كبيره كده وحلوه ومليانه دقيق من جوه يعني. لما بتيجي طبعا تطحن ما شاء الله بترمي دقيق كتير، والدقيقه بتاعتها بتبقى بيضه مش سمره. في قمحايه ممكن الدقيقه بتاعتها القمحايه الصغننه اللي تلاقي لونها بني دي ما تشتريهاش، دي بتبقى لونها بتخلي الدقيقه بتاعتك لونها اسمر. اما القمحايه التخينه اللي بتلاقيها لونها فاتح، دي بتخلي لون الدقيقه بتاعتك لونها ابيض وجميل زي الدقيق بالظبط اللي بتشتريه من بره كده. طبعا احنا فرشنا حصيره نظيفه كده زي ما انتوا شايفين كده في قلب الشمس بالظبط، في عين الشمس كده فوق السطح، ورحنا بقى نازلين بالقمح بتاعنا بعد ما اتصفى خالص في الشويله كده، وهنحطه كده على الحصيره. طبعا هنفرشه خالص على الحصيره، نخليه على الحصيره كلها كده طبقه خفيفه خالص، بحيث ان الشمس ما يكونش مندي خالص. لازم لما نوديه المطحنه ما يكونش مندي خالص ولا في اي ميه خالص.
طبعا هنفرشه بقى كده خالص. احنا كنا طبعا فرشينه كده الظهر مثلا الصبح الظهر، عقبال ما خلصنا وكده كان الظهر ما يعني كان حوالي كده في وقت الظهر، وهنسيبه بقى لغايه المغرب، يعني هنسيبه كده في قلب الشمس من الظهر لغايه المغرب. هنعمل كده طبعا الشوال التاني برضو هنفضيه كده كله، وهنفرده خالص كله كده بسوى الحصيره، وهنسيبه ينشف بقى براحته، ما يكونش فيه اي ميه خالص. ساعه ما نطلع نعبيه تاني في الشوال. وطبعا قبل ما هنعبيه بننقيه بقى، بننقي اي طوب فيه، اي عفش، اي حاجه، بنقعد بقى ننقيه كده. وحماتي طبعا بتقعد بقى تعمله كده بالغربال زي ما انتم شايفين، بتحش في القش اللي فيه الرفيع، وبنحش الطوب اللي هو الزلطه او الطوبه او اي حاجه، علشان طبعا لما بيتطحن الحاجات دي بتبقى في قلب المطحنه وكده. احنا بنحشها خالص زي ما انتم شايفين كده، وهنحطه بقى في الشويله تاني، وبعد كده بقى هنوديه المطحنه. اللهم صل على النبي، الله اكبر. القمحيه بتاعتنا جميله كده زي ما انتم شايفين، حاجه كده تحفه، الله اكبر يعني. طبعا اي طوبه اي زلطه لازم تنقي، ولازم تنقيه كويس جدا، ما يكونش في اي حاجه، عشان الدقيقه بتاعتك ما تكونش بتقرمش وانتي بتعملي فيها في العيش وكده. وطبعا انتوا عارفين الايام دي موسم القمح، وكله بيجيب قمح دلوقتي وبيخزنه. احنا عندنا في الفلاحين بنجيب القمح اسمه ايه، اردب. الاردب ده ملوي شوال. ده بقى بنجيبه كده وبنحطه بقى في البرميل اللي انا وريته لكم ده، بنحطه معاه برشام بتاع قمح وبنقلبه في قلبيه. طبعا برشام القمح اول ما بينزل في القمح بتاعنا بيدوب خالص، مش بيبقى ليه اي اثر، بس بيحفظ القمح، ما يخلوش يسوس، ما يخلوش يعفن او اي حاجه، ويفضل معاكي من السنه للسنه. لو قعد سنتين يعني القمح ده كان من السنه اللي فاتت، ما كانش القمح الجديد لسه. القمح الجديد احنا لسه هنخزنه، القمح ده كان كده عندنا من السنه اللي فاتت. شوفوا ما شاء الله، ما فيهوش اي حاجه ما شاء الله، وزي ما هو ننقيه كده من اي طوب اي زلط اي حاجه فيه. وطبعا حماتي لما بتعمله بالغربال كده بتحوش العفش الرفيع اللي بيبقى في القمح. وانتوا بتتفرجوا كده عايزاكم تصلوا على النبي وتذكروا الله، وما تنسوليش الكومنت الجميل يشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. طبعا لو عايزين تشوفوا خبيز العيش البلدي بعد طبعا ما بنطحن بقى القمح كده ونطلعه الدقيق الجميل ده، عايزين تشوفوا العيش البلدي واحنا بنخبزه، غشوا على الفيديوهات بتاعتي وهتلاقوا كذا فيديو واحنا بنخبز العيش البلدي بتاعنا والفطير المشلتت. طبعا بقى يا حبايبي كده بعد ما طحنا الدقيق بتاعنا الجميل ما شاء الله، الله اكبر، بعد ما جبناه كده من المطحنه ده الدقيق بتاعنا بتاع القمح ما شاء الله كده حاجه جميله جدا يعني. طبعا احنا بنحطه في الشويله كده. طبعا ده كان فرز اول، عشان كده هتلاقوه ابيض قوي زي ما انتم شايفين، والتاني كان فرز تاني، الشوال التاني كان فرز تاني. طبعا الابيض ده الفرز الاول ده بصوا ما شاء الله دي بيضه قوي كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بقى كنا خلاص هنعجن علشان هنخبز، وده فيديو بقى تاني ابقى اوريكم فيه واحنا بنعجن وبنخبز. طبعا حماتي بقى كانت كده بتعمل الدقيق وهنحط بقى فيه الخميره وهنعجنه بقى وكده. الفيديو بتاعنا خلاص قرب يخلص، ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي كومنت حلو كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.